الميني بيتزا وجبة الاولاد المميزة، دايما من الافران بتشتريها، لكن النهاردة بكيلو دي كمية كبيرة جدا هتعمليها بعجينة خفيفة وهشة وطعمها لذيذ ومقاديرها بسيطة، والحشوات كمان على قد الايد. يلا بينا نشوف الطريقة. في الاول كده بسم الله. هنحتاج كيلو دقيق ما يعادل 8 كوبايات مج الشاي الازاز، وكيلو الدقيق بياخد معلقتين كبار ممسوحين خميره فوريه، ومعلقتين كبار مليانين سكر، ومعلقه صغيره ملح، ومعلقتين كبار لبن بودره، وده اختياري، بس اللبن البودره بيدي للعجينه طعم حلو قوي. نقلب المواد الجافه مع بعض. بعد كده معانا 3 كوبايات ميه، لو الجو برد هتستخدمي ميه دافيه، لو الجو حر هتستخدمي ميه عاديه من الحنفيه، واخر حاجه معانا فنجان زيت، ونبتدي نعجن. تقدري تحطي المكونات دي كلها في طبق غويط وتلمي العجينة بايديكي لحد ما يبقى قوامها مظبوط. العجينة عندنا طرية وناعمة. انا شغلت العجان لحد ما وصلت للنتيجة دي، عجينة معايا طرية، هغطيها وهسيبها لحد ما تخمر ويتضاعف حجمها. بعد ما العجينة خمرت بالشكل ده، رش الدقيق على الرخامة وننزل بالعجينة، ورش الدقيق فوق العجينة، ونبتدي نلمها رول. هنقسم العجينة نصين علشان انا هعمل صينيتين كبار او صاجين كبار من بيني بيتزا. فجبت الصينيه الكبيره وبرضو رش الدقيق في الصينيه، وخدت نص العجينه وبدات ان انا احطها، بس سبتها دقيقتين الاول، بعد كده بدات افردها. في الاول ببططها بايدي، بعد كده بالفراده بفرد العجينه في مساحه الصينيه كلها. وهنا احنا هنبتدي نقطع بطريقه سهله قوي. قبل ما اقطع العجينه بدهنها بشويه من صلصه البيتزا. انا كان عندي كميه من الصلصه العاديه جدا، حطيت لها شويه زعتر وشويه زيت وسخنتها على النار، ودهنت بيها وش العجينه. وبعد كده جبت القطاعه المدوره، وتقدري تستخدمي الكوبايه، وهبتدي ان انا اعمل قطعيات جنب بعض. انا دهنت العجينه الاول قبل ما اقطعها علشان ما تاخدش معايا وقت بعد كده. بعد ما قطعت الصينيه كلها بشيل الزيادات اللي في النص، وبكده احنا شكلنا بطريقه سهله وسريعه. دي طريقه الافران اللي بيعملوا بيها الميني بيتزا، بيقطعوها بالقطاعه كده في الصينيه مره واحده. المهم الزيادات دي احتفظي بيها، هنعمل بيها صينيه بيتزا كبيره، وما تقلقيش خالص من الزيادات، هتنفعنا وهنعمل كميه كبيره جدا. هنبتدي بقى نحط الحشوات المناسبة او المتاحة لينا. عندك بسطرمة، عندك لانشون، عندك جبنة رومي، عندك شوية من الجبنة الموتزاريلا. المهم الاساسي عندنا الفلفل الرومي والزيتون وقطع من الطماطم الصغيرة. حطيت شوية صغيرين جبنة موتزاريلا، وبعد كده الزيتون. هذه الحشوة بتاعت النهاردة. بتقدري تحطي فراخ او لحمة معصجة او سجق، اي حشوة متاحة عندك تقدري تستخدميها. بعد كده هسوي الصينيه الاولى على طول، بدخلها فرن سخن مظبوط على درجه حراره 240، وبحطها على الرف اللي في النص والنار عندي من تحت بس، وبتقعد معايا اقل من 10 دقايق على حسب حراره الفرن عندك. الميني بيتزا هتقعد 6 دقايق 7 دقايق 8 دقايق. المهم ما تسيبيهاش في فرن حرارته هاديه علشان ما تنشفش منك. النار عندي عاليه، شغلت مروحه الفرن، اخدت معايا وقت قليل جدا اقل من 10 دقايق، وطلعت طريه ومستويه تسويه مظبوطه. انا ضميت الصينيتين على بعض لان انا عملت صينيتين ميني بيتزا، وبواقي العجينه بتاعه التقطيع عملت بيهم صينيتين كبار للبيتزا، وبرضه حطيت نفس الاضافات بنفس الطريقه. كيلو دقيق عملت منه كميه كبيره قوي، تشيليها في الفريزر وتطلعيها كل يوم تسخنيها. طريقه سهله وان شاء الله هتعجبكم جدا. والسلام عليكم.